بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. شبيه جنكيز خان اللي هو التركي اللي هو بياكل هزة كرش وبتجيب ملايين. يلا الله 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 الله، حاجة في منتهى الجمال والله والروعة، حاجة في منتهى الجمال والروعة. بصوا يا جماعة، هي نفس الهزة، هو نفس الكرش، هي نفس التفاصيل. بصوا طبعا الناس عليه اهو، الناس عليه طبعا، وكل الناس حابه ان هي تاخد معاه تلتقط معاها الصور التذكاريه. طبعا احنا معاكم كده، وهو طبعا في منتهى طبعا. جه هنا في مصر يا جماعه الرجل التركي صاحب الكرش الذهبي، جه في مصر وراح ليه كذا مطعم كبير قوي في مصر وعمل البراند بتاعه. دلوقتي احنا معاه طبعا اهو، مع النسخه المصريه منه. الاسم ايه، التفاصيل ايه، كل هذا سنراه خلال الاوقات القادمه. بصوا الله 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 الله، نفس هزة الكرش، الله 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 الله. بصوا نفس هزة الكرش اهي، الله 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 الله. النسخة المصري، النسخة المصري. الله 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 يا الله الله. النسخة المصري نفس الكرش. طبعا متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين احنا معاكم في هذا البث المباشر، وبنرصد لحضراتكم التفاصيل الخاصة بهذه القضية. نفس الكرش، بصوا الله الله، نفس الهزة، الله 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 اهو. الناس بتتصور معاه، يا جماعة اهو. احنا هنروح دلوقتي نعمل معاه الحوار ونعرف منه هو مين وبيعمل ايه هنا. طبعا الناس بتصوره اهو زي ما حضراتكم شايفين. قلب الدنيا في وسط البلد. الله 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 الله. شريبي دم 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 دم، يس 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 يس. شريبي دم دم، يس يس يس. شريبي دم، يس 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 يس. شريبي دم، يس 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 يس. الله الله. الله 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 الله. شريبي دم، يس يس يس. شريبي دم، شريبي دم. ادي تاني يا عم الحاج، ادي. زي ما حكوا شيء. مساء الورد، عايزين مساء الفل عليك، عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه بقى؟ خد يا نينجا. اسمك ايه؟ انا هشام نينجا. نينجا. مكسر الدنيا دي حبيبي. انا ايه مالك في التيك توك انت ولا ايه؟ الحمد لله. انت كده قاعد في البيت بقى، واقع في وسط البلد بقى، والناس كلها عماله تيجي تصور معاك. والله اخواتي وناس صحابي كتير قالوا لي انت شبيه البلوجر التركي. طبعا اخونا ياسين. تركي مين؟ مفيش غير مصر بس. طبعا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فاخواتي كله خلاني كله قاعد يقول لي انت شبيهه، وحاول يعني. شبيهه ايه ده؟ هو اللي شبهك يا نجم. حبيبي حبيبي والله. طب بقى اخترعت الحركات دي جبتها منين؟ يعني هو ادخل منك شويه بس انت سمباتيك عنه. يعني اتفرجت على فيديوهاته وكده عنه كده. حبيبي يا استاذ محمد. هو ياسين ده في البيت خلاص. هو جه مصر لاجله، جه مصر عشان يقعد في البيت. طبعا دي بتاعت ربنا. بس ما قابلكش ولا انت قابلته ولا شفته انت اللي اكتسحت اهو. الحمد لله. الحمد لله. طبعا قول لنا كده انت قول لي هو بيسافر يعني وتعمل ايه الفتره اللي جايه؟ يعني والله انا يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هكسر الدنيا باذن الله، وانتظر كل فيديوهات جديده باذن الله. في مفاجآت كتيره وفي حاجات كتيره ان شاء الله هتشوفوها باذن الله. هنكسر الدنيا قريب. قول لي
قول لي الناس بتحبك ليه؟ الناس اول ما شافتك افتكرتك انت صح؟ بقيت ماشي في الشارع الناس مفكرين انا يعني هو ياسين، ويصوروا معايا والناس تقف معايا في الشارع، فمش عارف هم مفكرين ان انا ياسين وكده. بس انت بتقول لهم انا مين بقى؟ انا بقول لهم انا هشام نينجا المصري. ما بتخدعش حد؟ ما بخدعش حد والناس كلها عارفه. هشام نينجا الحمد لله. لا هل ترى عليك اعلانات لبعض المطاعم؟ لسه والله، بس في ناس كتير يعني اتكلمت معايا في الموضوع ده ولسه. يعني طب قول لي الناس، انت لما بترقص دربت خدت كام يوم لحد ما جبت الرقصه دي؟ لا والله انا ورينا كده حاجه. انت تعبت في تربيته، تعبت الله عليك. الله يا فنان. من مره واحده النبي هزه كمان. ايوه هو ده. طب اتدربت قد ايه عقبال هو من ساعه ما شفت الفيديو ومن بدري قوي، بس انا يعني اصحابي قعدت تشجعني وتقول لي خد القرار وكده. يعني من اول ما هو طلع انا تاني يوم كان في ناس عايزين اعمل الموضوع، لان انا شبهه بص في كل حاجه. ففي ناس كتير قعدت تقول لي يعني انت المفروض تبقى شبيهه في مصر، لان هو ملوش شبيه خالص. فناس كتير اقترحت عليا، واسم محمد الجندي وناس كتير اقترحت عليا، وكان في ناس كتير من الصحافه عايز تصور معايا، بس انا ما صورش مع اي حد، واسم محمد الجندي وحضرتك واستاذ. فماليش كل خير. حبيبي يا استاذ محمد، حبيبي يا استاذ محمد. قول لي يا نينجا، انت الوحيد الاكله اللي بتحبها الكشري، انت ما بتاكلش غير كشري يعتبر. اللي عند الحاج ابو طارق اللي مصيطنا بره وجوه. قول لي ليه كشري؟ عشان كرشك يكبر؟ لا صراحه عند ابو طارق. انت الوحيد اللي ما تروحش جيم. ما اكلش كشري في حياتي غير عند ابو طارق. طب قول لي ما بتروحش الجيم خالص، ما بتخسش؟ لا انا بعشق المحشي الكشري. الوحيد محشي وكشري. بقول لك ايه ابن المطريه كسبان. ابن المطريه الحمد لله. حب الناس يا عم محمد. الحمد لله حبيبي. ده هو عامة هشام يعني على الصبح بيفطر حلة محشي وده كربط لوحده كل يوم على الصبح بيفطر ايه؟ احنا بتوع المطريه كده بتحزن دلوقتي تلاقي الكروش. انا بكلمك بجد على فكرة. قال لي ورينا واحده حبايب. بيروح عند عم ابراهيم التوخي بياكل بالعشر سندوتشات. فطاري عند ابراهيم التوخي يوميا لازم باكل 10 سندوتشات او 20 سندوتش بفطر بس. اللي هو بتاع السمين. ده اخويا وحبيبي ابراهيم التوخي. لو حبيت تخس ولا لا مش هتخس؟ لا لو عايز اخس وانت شفت انا رشيق ازاي، بس فاهم انا حبيت الشخصيه كده. حبيت شخصيه ان الناس حبتني كده. اقول لك على حاجه، القبول ده من عند ربنا. الكرش المصري لا يعلى عليه. القبول ده من عند ربنا. طيب قول لي بقى بداياتك كانت ازاي؟ والله هو شفت الفيديو؟ انا شفت الفيديو بصراحه من بدري، وفي ناس كتير ومحمد وخالي وخلاني كلهم وناس زمايل قالوا لي مش دوس، قالوا لي انت بص شبيهه يعني شوف وجرب. والحمد لله بقيت ماشي في الشارع كده زي ما انت شايف، الناس بتتصور معايا مفكرين ان انا ياسين كتير. تمام، بنزل في كل حته الناس بتتصور معايا. يعني انا دلوقتي عند عم ابو طارق بص الاجانب وكله عمال يتصور معايا.